ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا تحسوا ان انا متحمسه ومتوتره، حاسه انا بقالي قرن ما صورتش، ما اعرفش ليه. مش ما اعرفش ليه ما صورتش، لا حاسه انا بقالي قرن ما اعرفش ليه، بس انا بقالي حوالي اسبوعين ما صورتش. فانتوا وحشتوني جدا والله، والتصوير وحشني قوي والفيديوهات والكلام ده. بس ظروف صعبه شويه الايام دي. المهم، النهارده هنشوف مع بعض الحاجات اللي انا اشتريتها الفتره الاخيره، و... والحاجات اللي انا يعني واللي انا عارفه رايي فيها ومجربها قبل كده هقول لكم رايي فيها، والحاجات الجديده هوريها لكم بس، وبعد كده لما اجربها هقول لكم رايي فيها برضه. يلا بينا نبدا على طول كده. امبارح كنت جايبه حاجات من نون، بس حاجات بسيطه، قليله كده، فخليني اوريها لكم. معلش انا اسفه، مش عارفه في ايه اللي حصل. بصوا انا جبت الاول حاجه جبت الماسكارا دي من روزبري، هي لونها بني. تمام. بصوا اللي هي شبه الماسكارا بتاعت ميبلين، اللي هي دي. فين الشكل الماسكارا دي بتاعت ميبلين؟ هي زيها كده. اوكي، ده شكل الفرشة بتاعتها. شايفين؟ اللون بتاعها حلو قوي، انا جربتها امبارح وعجبتني جدا، بجد عجبتني قوي. هي مش بتدي كثافة قوي، بس بتدي طول حلو، او انا مش طويلة كده كده، بس هي بترفع الرموش كده شوية، فبتبقى شكلها حلو قوي. لونها لذيذ باين، مش يعني مش شفاف او مثلا خفيف او كده، لا حلو باين. اللي عجبني فيها قوي بقى اللي هي عامله زي التيوبنج ماسكارا، اللي هي يعني بتتشال زي الرابر كده من الرموش، ما وقعتش رموشي خالص وانا بشيلها. يعني حطيتها وسبتها شويه، لما جيت اتوضيت من الميه كده، لا هي ما بتنزلش. لازم تتشال، لا لازم تعملوها بايديكوا او بحاجه يعني. لما جيت عملت بقى كده بايدي، لقيتها بتطلع كده وما طلعتش رموشي خالص الحمد لله، ولا رمش وقع، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. ففعلا هي يعني انا بالنسبه لي دي عجبتني قوي، فبجد تحفه بالنسبه لي قوي يعني. فجربوها، هي كده كده مش غاليه يعني. انا كنت جايباها من على نون ب 150 تقريبا او حاجه زي كده، أنا مش فاكره قوي. بس هي على فكره بتتباع ب 100 جنيه في بعض المحلات اللي بتبيع الميك اب العادي يعني. بس انا ما لقيتش منها اللون دوت، كان فيه الازرق بس، فما جبتوش. تاني حاجه جبتها، جبت اللي هي اللوس باودر بتاعت شي جلام، اللي هي دي. اللي هي بيج جلو. بصوا انا جبت اللي هي الترانسلوسنت. اوكي. نشوفها مع بعض بقى. بصوا العلبه اهي، شكلها حلو قوي. بصوا، مش عارفه هيبان شكل الباودر من هنا ولا لا، بس هي فيها مش جليتر بالمعنى، بس جليتر خفيف، فيها لمعه. عارفين الحاجات اللي هي كان زمان بتتباع في بتاع كده، زي الازازه كده صغيره، وبيبقى ليها رول، كان بتبقى لونها ابيض كده وبتلمع قوي، كان طالعه موضه كده، كان كله بيحطها حوالين عينيه. يعني كانت ايام يعلم بيها الا ربنا، يلا الحمد لله. هي بتفكرني بدي شويه، بس يعني هي حلوه، ما عنديش مشكله فيها يعني. اكيد اللمعه دي مش هتفضل، بس انا لسه ما جربتش ان انا احطها فتره طويله واعرف هي يعني اللمعه دي بتروح ولا بتفضل في الوش، ولا بتبقى شكلها عامل ازاي. بس انا جربت شكلها، لا هي باينه عادي، بس مش عارفه بقى بتعمل يعني بتفضل كده ولا لا. ايه اللي بقوله ده؟ بصوا، دي حاجه صغنونه كده، انا جبت اللي هي الباف سبونج دي، كيوت، حلوه قوي. بصوا، انا اللي عاجبني ان هي ناعمه، عامله زي القطيفه كده، مش شموع، مش عارفه، بجد هي ناعمه قوي. هو الكيس بيجي فيه اللي هما اتنين كده، مش فاكره هما ب 40 جنيه باين، مش فاكره قوي، بس حاجه زي كده يعني. المهم، دي الحاجات اللي انا جبتها من نون. لا جبت حاجه تاني، اهم حاجه في حياتي بقى، انا بقى كل ما تخلص بجيبها. بصوا بقى، ملهاش علاقه بالميك اب ولا اي ولا سكين كير ولا اي حاجه. السكر ده بتاع ميفولاس، اللي هو دي ام ده. السكر ده مفضلاتي للابد، من مفضلاتي للابد. الحمد لله المره دي لحقت اشتري واحده جديده قبل ما اللي عندي تخلص. فيها واحدتين كده، فلا جبت غيرها. دي تقريبا سادس واحده بجيبها،
بقالي بتاع 3 سنين كده بستخدمه. انا مش مصدقه اصلا ان انا لقيت السكر اللي انا كنت بحلم بيه في حياتي، يعني هو السكر ده بالظبط. بجد تحفه. انا كنت مجربه انواع كتير قوي، سليمر وسويتال وانواع تانية كده مش فاكره اسمها، بس بجد كلهم كانوا بيعذبوني لاني مش بعرف اشرب قهوه بيهم ولا اي حاجه. بجد بيغيروا طعم الحاجه، مش بيخلوها ممرره لا، بس عارفين تحسوا في صابون، هو في صابون في الموضوع منين معرفش، هو في طعم صابون. كنتش بعرف اشرب بيها القهوه خالص خالص خالص. فما صدقت بجد ان انا لقيت يعني السكر ده وجبته يعني. وعلى فكره هو يعني مش قليل خالص، بالعكس يعني ده هو فيه 1200 حبايه. هو مش هيبان طبعا من هنا، مش عارفه هيبان مكتوب من هنا ولا لا. هو بيبقى فيه 1200، فبيقعد حبه حلوين يعني. انا مثلا ممكن يقعد معايا حوالي 6 شهور او حسب استخدامي بقى، مثلا شربت ايه النهارده وبتاع. بس انا بشرب مشروبات كتير في اليوم يعني، قهوه ونسكافيه والكلام ده، فعشان كده ايه يعني ما بيطولش قوي قوي غير 6 شهور، ممكن يقعد اكتر على فكره. وسعره المره دي انا جايباه 260 على نون. المرات اللي فاتت كنت بجيبه ارخص يعني، كان بيبقى 220 ب 215 يعني في الرينج ده، لحد طبعا ما غلي وفي بيتباع ب 280 وكده. بس فده حلو قوي، اكتر حاجه جربتها وعجبتني في موضوع السكر دايت. كده دي الحاجات اللي انا جبتها من على نون. بعد كده كنت بنزل الفتره اللي فاتت، فجبت حاجات من سبنس، فكنت جايبه المعطر ده اللي هو من مود. كنت اول مره اعرف ان مود اصلا بتعمل معطرات، انا مش عارفه الموضوع ده جديد ولا ايه، بس جبته. الريحه دي اسمها ماونتين ميست، وفي منها في ريحه تانية مش فاكره اسمها لاف ايه كده. المهم يعني هما اتنين بس اللي لقيتهم، معرفش هم منزلين اكتر من كده ولا لا. بس جبت اللي هي دي، وبجد ريحتها بالنسبه لي حلوه قوي، انا بحب الريحه دي. هو المعطرات بتاعت مود واضح ان هي هتبقى شبه البرفيوم شويه، مش معطرات اللي هو خوخ مانجا لافندر، مش روايح اللي هي كده، لا ريحه زي البرفيوم، فده حلو قوي. ولما تيجوا ترشوه لو هتجيبوا منه يعني اي معطر من الانواع اللي هي بتبقى كده، دي الازازه دي، رشوها على الاقمشه، على الملايات بقى، على الستاير، على السجاد، علشان تفضل ريحتها اكتر في المكان، اكتر ما ترشوها يعني في الجو، مش زي المعطرات اللي هي زي جليد لا، اللي هم زي دول. فبجد حلوين قوي. ودي كانت ب 100 جنيه، هي 460 مللي. تمام. ممكن تلاقوها على نون برضو، انا جايباها من سبنس بس ممكن تلاقوها على نون. بس كده انا ما جبتش حاجه تاني اعتقد. لا ثواني معلش، عشان تعرفوا ان انا قويه جدا والعب رياضه وبتاع، فجبت دمبلز. والله انا كنت محضره جنبي وناسي. جبت الدمبلز دي من عند النصر. بصوا، بصوا القوه والنبي، بصوا القوه. جبت دول. الواحده 3 كيلو. سعرهم حلو قوي، الواحده ب 108 باين او ب 109. لو حد يعني ناوي يلعب رياضه ويجيب دمبلز وحاجات، فدول سعرهم حلو قوي، هاتهم من عند النصر. هم الاسعار عند النصر حلوه اصلا في الحاجات بتاعه الرياضه، فممكن تجيبوا من عندهم يعني وتجربوا. بس كده مفيش حاجة تاني معانا النهاردة، ودي كانت كل الحاجات اللي أنا جبتها الفترة الأخيرة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.